منتخب مصر الأول وأداء سيء جدا قدام أوزبكستان آخر مباراة لمنتخب مصر. بجد يا جماعة، يعني الواحد ما بقاش يحب يتفرج على المنتخب. يعني الناس ما بقتش تحب تتفرج على المنتخب. يعني ماتشات المنتخب دي زمان افتكر كانت الشوارع بتبقى فاضية، وماتشات المنتخب سواء بقى ماتش ودي ماتش رسمي، بس الناس كلها كانت تتفرج على المنتخب، تشوف المنتخب، تشوف اللعيبة الجديدة اللي في المنتخب، تشوف اللعيبة اللي هتضاف، تشوف التشكيل. يعني انت النهاردة مش عارف مين اللي بيلعب في المنتخب. يعني كابتن حسام حسن مش عارف كمان، عمال بيألف في التشكيل وفي مراكز اللعيبة. مش عارف محمد هاني بيلعب سردباك يمين، والتاني محمد حمدي بيلعب سردباك شمال. ايه ده؟ ازاي يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ ما كل واحد يلعب في مركزه. محمد هاني بيلعب باك يمين، حمدي بيلعب باك شمال. يعني ما تفهمش، يعني في لعيبة ما تعرفش ايه انجازاتها. واخد احمد فتوح برضو، استغربت ان هو واخده. احمد فتوح بعيد جدا اخر فترة، يعني احمد فتوح بعيد جدا واخده برضو. مش عارف، وداخلين على بطولة كبيرة، بطولة افريقيا، وجاي يجرب دلوقتي. يعني انا مش فاهم بصراحة، مش عارف ايه اللي بيعمله بصراحة. يعني ربنا يستر بجد في بطولة افريقيا. بطولة افريقيا هتبقى صعبة جدا بالاداء اللي انا شايفه ده. يعني بالاداء اللي انا شايفه ده قدام اوزبكستان وخسارة 2-0، هيبقى صعب جدا. هيبقى صعب جدا لما نقابل منتخب قوي. شوفوا انتوا، لما بنقابل منتخب عنده كرة شوية على طول بنخسر، على طول، ما فيهاش كلام. احنا ما بنقدرش مثلا غير على اثيوبيا وجيبوتي، وبنلعب حتى قدامهم بأداء عشوائي كده زي ما تيجي تيجي. يعني ما بنلعبش ايه، ما بنلعبش كورة، حتى بنلعب ايه بالأداء العشوائي، ضربات جزاء، كور ثابتة، بس كده. بس وربنا يستر بقى في بطولة أفريقيا الجاية. سلام.